تمساح يا ميرو. يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي يا ميرال على الحجم يا ميرال. يا لهوي يا ميرال على الحجم يا ميرال. تعالي تعالي عند اللندا، بصي بصي عند الحديد، بصي عند الحديد قد ايه يا ميرال. بصي اهي اهي عند الحديده دي الطويله دي. بصي يا ميرال قد ايه يا ميرال. اوعي اوعي تنط في وشك. بتضحكي. ايه الحجم ده؟ هاري سويح. ده بيجوا منين؟ ده برص ده يا ميرال؟ ده برص ده ولا ده ايه ده تمساح ده ولا ده ايه ده؟ هاري سويح لكم بتفكر تنط عليا. الحقيني. والتانية اهي، والتانية اهي 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 اللي عندها شكفرة في ظهرها دي اللي زي الديناصور. اوعي يا ميرال تقربي لا دي تنط عليك اللي هناك. ايه ده جم منين دول؟ طب دي ماشي، دي جت في الشجرة قبل كده، لكن الحجم ده، الحجم ده جه منين ده؟ طب بصي رجلها، بصي رجلها يا ميرال، بصي رجلها يا ميرال، بصي الصوابع بتاعتها قد ايه. يا لهوي، يا لهوي اجي. يما انتي ايه اللي جابك عندنا؟ طب امشيها ازاي دي؟ يا ربي، والديل بتاعها طويل. الحاجات دي جت ازاي؟ يا الله. مدثر الحقني يا مدثر. بص لقيت ايه يا مادو. بص كبيرة قوي قوي يا مادو. بص 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 قد ايه. بص حجمها قد ايه يا مادو. بص كانت جوه. يا خرابي، دي لون غيرت لونها. الحقيقة يا ميرال غيرت اللون بتاعها. يما بص ايديها يا مدثر. هوري سويح كبيرة قوي، غيرت اللون بتاعها. ميرال واقفة هناك اهي، سيبيها بقى يا اما لحسن تدخل تاني اهي. اوعي تدوسي عليها. حبايب قلبي الفيديو دوت والله العظيم مدثر ابني اللي اصر ان انا انزله. وحتى هو اللي قال لي العنوان، يعني كان عايز يفهمني كده في الشرح العنوان، وانا جبت الصيغه دي وكتبتها. حبايب قلبي انا بصوا الاحجام بتاعت البورس والوزغ والسحليه والحاجات ديت انا ما شفتهاش، لان انا كمان في مصر كنت يعني عايشه في العاصمه، مش عايشه في قريه او كده، بيبقى عشان الزرع والحاجات دي بتلاقوا فيها الوزغ والحاجات ديت، فانا كنت في العاصمه. فتخيلوا احنا عندنا بقى لما كنا نلاقي برص، يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض. بيبقى مش قادره اقول لكم، يعني البرص ده حاجه رهيبه، وبيبقى برص صغنن كده قد عقلتين الصباع. فكنا نشوف المنظر مش قادره اقول لكم، البيت كله يتقلب، ويمكن الجيران تدخل عندك علشان تقعد تدور على البرص وتجري وراه، وممكن تكسروا الدنيا قبل ما تموتوا البرص. فلما جيت هنا شفت البورس كتير، شفت لان البورس هنا بكميات مهوله كتير جدا. فبس بصراحه انا شفت ايه البورس، لكن الحجم بتاع البتاعه اللي انا شفتها ديت ما شفتوش قبل كده. كان اول مره اشوفه. الاماكن اللي انا سكنت فيها ما كانش فيها الاحجام ديت. هو زي ما بقول لكم البورس حتى السحليه ما كنتش بشوف سحليه بصراحه. السحليه يا جماعه اللي هي بتبقى اكبر من البورس ديت شويه. البتاعه دي هنا بيسموها توكه، لانها بتقعد تقول توكه توكه كده، فهم مسمينها على حسب صوتها. سامعين يا جماعه الجو عامل ازاي؟ مش عندكم بس على فكره. فيا رب يكون صوتي بقى واضح. فالمهم ان انا كان اول مره اشوفه، خارجه بسقي الزرع بالليل وبسقي الشجره، ابص الاقي المنظر ده. والله العظيم يا جماعه مش الحجم اللي ظاهر لكم خالص. بصوا هي من زي كده من اول كف الايد لقرب الكوع، يعني مش بطول الدراع لحد الكوع بس القرب كده. والديل بتاعها طويل، والعين بتاعتها كبيره، وصوابعها كبيره، والعين بتاعتها بقى ايه مبرقه وبتلف يمين وشمال. يعني تسمعني بتكلم تروح لفه عينيها. النني الاسود ده بيلف عليا اللي هو في القلب العسلي بتاعها. فمنظرها بقى خلاني جسمي كله اشعر. انا مش متعوده على الحاجات دي وبخاف منها وبقرف منها. عندي فوبيا من التعابين، وهي الراس بتاعتها نفس شكل التعبان والحجم الكبير بتاع راس التعبان. فعارفين بقى اللي كنت ايه برقص بامبو تحت ولا تانجو تحت. الموقف اصلا كان يضحك. اتصلت بابني كان في الشغل، اتصلت بيه كنسل عليا، رحت بعتله فيديوهات. الحقني يا مدثر تمساح تمساح. اصلا ما اعرفش اسمها ايه، ما انا مش عارفه اسمها ايه، ما هي مش سحليه، ومدثر ما يعرفش يعني ايه سحليه. يعني انا لو قلت له سحليه مش هيعرف، لان انا ما ذكرتش الكلمه قدامهم قبل كده.
أنا يا جماعة يعني ولادي في حاجات ما يعرفوهاش، لإني أنا ما باقولهاش قدّامهم إلا لمّا بييجي وقتها. يعني يمكن قبل كده قُلت لكم على ميرال، باقول لها حُطّي الأكل على الرخامة، تقول لي: "يعني إيه يا ميرال حُطّي الأكل على الرخامة، يعني إيه؟" وفي الآخر قالت لي: "يا مامي يعني إيه رخامة؟" فأنا ما ذكرتش كلمة رخامة قدّامها قبل كده، فبالتالي هي مش عارفاها. فبرضه مُدّثر مش هيعرف كلمة سحلية وأنا مش عارفة اسم البتاعة إيه، بقيت أقول له: "الحقني يا مُدّثر تمساح تمساح." هو شاف المنظر بقى وبقى مكركر من الضحك، وبقى يستهبل عليّا ويقول لي: "خدي بالِك دي ممكن تنُط عليكِ تعضِّك، دي بتمسك في الناس ومش بترضى تسيب ببُقّها، بتعض ببُقّها ومش بترضى تسيب." وبقى عمّال مميّت من الضحك، وفي الآخر بقى يقول لي إيه: "نزّليها، نزّليها." قُلت له قال لي: "طَب نزّليها عندي على الحساب بتاعي." لأ، بقى عمّال يستحلفني بقى إن أنا أنزّلها. فالموقف كان مضحك، البتاعة يا جماعة مُصِرّة مش عايزة تمشي. أنا أول مرّة أشوفها كان في واحدة صغيّرة كده يمكن شُفتوها على الشجرة، دي بتيجي دايمًا، دي لقيتها كذا مرّة، أول ما آجي أرُش الشجرة ألاقيها تروح طالعة جري وإيه، وتجري الناحية التانية. لكن الحجم الكبير اللي أنا شُفته ده كانت أول مرّة. ف بقينا عمّالين أنا وميرال، ميرال ما كانتش خايفة منها، كانت بتزُقّها بعصاية، وأنا من جوّه بقيت بالخرطوم أحاول إن أنا أرُش عليها مَيّة علشان تبعد، وهي مُصِرّة يا جماعة مش عايزة تمشي، لدرجة بقيت أرُشّها مَيّة تُقع برّه الحديد في الشارع من برّه، تجري تاني تتسلّق وتدخل، أرُشّها بالمَيّة تُقع، ميرال خرجت برّه بقت بالعصاية تحاول تهشّها كده لقدّام، ودي برضه تجري وتروح طالعة من على السور وداخلة تاني. فقعدت بقى حبّة حلوين عندي في البيت اللي قدّامنا ده، اللي قدّام العربية الرمادي اللي واقفة ديّة، آآ شاب صغير كده من سِن ابني، بقى ميّت من الضحك عليّا وأنا هو شايفها طبعًا وهي بتجري وأنا عمّالة أصرخ ومن بعيد بقى، وعارفين اللي هو من بعيد، بُصّوا الجو قلب تاني. أرُش المَيّة من بعيد وآجي ماشية مثلًا حاجة تيجي ورقة شجر أو أي حاجة تيجي على وشّي أو على رجلي من ورا أو كده وأنا ماشية في وسط الزرع، أروح صارخة وناطة لفوق، أفكّر حاجة نطِّت عليّا. فكان موقف تحفة بصراحة، كان موقف تحفة. إحنا مش متعودين بصراحة على الحاجات ديّة، بالنسبة لنا حاجات غريبة مش متعودين عليها وأنا ما شُفتش. أنا شُفت بقى اللي هو إيه يا جماعة، عارفين الحجم الكبير أوي اللي هو إيه، اسمها الجُوانة ديّة والّا اسمها إيه، اللي هي بتبقى عاملة زي التمساح بس راسها زي راس ال اسمها إيه ديّة، السحلية دي والّا يعني راسها مختلفة، اسمها جوانا بيتهيأ لي، هابقى أشوف لكم أحُط لكم صورة ليها. دي شُفتها كتير عند أبو المُدثِّر في القرية بتاعتهم، وبتدخل على الناس. يعني أتذكّر واحدة بيقول لك بتبقى في الزرع، ما بتطلعش من الزرع إلا لمّا بتلاقيش حاجة تاكلها، بتخش بقى البيوت تدوّر على أكل. كان في واحدة فاتحة الباب وسايبة بنتها رضيعة وقايمة بتعمل لها رضعة، لقت البنت بتصرخ، جريت عليها لقيتها واقفة بتاكل فيها، كلت كَف إيديها والعياذ بالله، ربنا يكفينا ويكفيكم الشر. فأنا شُفت الحجم الكبير ده، بس طبعًا كان بعيد، يعني وأنا ماشية في الطريق مثلًا كده، لكن إن أنا ألاقي الشكل ده جوّه بيتي مش قادرة أقول لكم، هو هنا عادي. حتى مُدثِّر بيقول لي إيه: "سيبيها دي بتاكل البُرص وبتاكل الحشرات اللي بتبقى في الزرع والحاجات دي، سيبيها." قُلت له: "لأ يا حبيبي ما اسيبهاش تاكل البُرص وتاكل الحشرات وتكبر أكبر تخش تاكلنا." بقى ميت من الضحك. فمشيناها بقى بالعافية، يا رب بس ما ترجع تاني. هي ميرال قعدت تزُقّها بقت تمشي لقدّام، لقدّام لحد البيت اللي بعدنا كده، وقُلت لها: "كفاية يا ميرال ارجعي." وعدّى الموقف، عدّى الموقف. حاجات غريبة بتظهر لنا، هي ما كانش موجود بصراحة من ساعة ما جيت ما شُفتش، بس هو مع تقلُّبات الجو اللي حاصلة اليومين دول عندنا وعندكم في كل مكان، أنا حتى النهارده يعني باعتين اللي هو إيه، تنبيه إن في عواصف رعدية وأمطار وحاجات من دي، وزي ما أنتم شايفين كده الجو عمّال يغمّق ويفتح وهوا. بتيجي بقى مع الحاجات دي، يعني هي ظهرت مع الحاجات دي، ما كانتش باينة بصراحة قبل كده، ما كانتش ظاهرة قبل كده. أول مرّة أشوفها، وعدّى الموقف. بس مُدّثر ماسكني مسخرة من ساعتها وعمّال يقول لي: "يا أم التمساح."